أيوة يا جماعة، كل واحد فينا لازم يبص كويس في جدوله. أيوة، كل منطقة أو مجموعة مناطق بقى ليها جدول لانقطاع الكهرباء، وكل واحد لازم يحفظ ميعاده، وده بناءً على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء اللي أعلنا عنها قبل كده من مجلس الوزراء. وخلي بالك، الخطة هتبدأ من 1 أغسطس 12 الظهر، والجداول نزلت لمحافظة، وكل محافظة بمجموعة جداول ومواعيد محددة. وفي تمني حصل لكل الناس إن كل واحد تقطع الكهرباء عنده في الميعاد اللي هيكون مريحه وما يعملوش مشكلة. الساعة 5 كده. لجنة إدارة الأزمات بتتابع خطة تخفيف الأحمال كويس جداً، وده لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء اللي أعلن عنها الأسبوع اللي فات، وده بسبب زيادة الاستهلاك بسبب موجة الحر الغير مسبوقة. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء إن خطة تخفيف الأحمال بتتم بالتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول، والخطة ل24 محافظة، يعني في 3 محافظات مش جوه الخطة، والكهرباء مش هتقطع عندهم. يا بختهم. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمن هايص. وهم إيه؟ مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وده لأنهم مش عاملين ضغط في الاستهلاك زي باقي المحافظات، ولو حصل أي أعطال أو انقطاع بره المواعيد المحددة بيتم التبليغ لوزارة الكهرباء حسب رقم كل شركة. وإن وزارة البترول والثروة المعدنية هتستمر في تزويد المحطات بالمواد البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية. وكمان السفير نادر سعد قال إن أي تعديلات طارئة هتطلع من وزارة الكهرباء تساعد في التخفيف لازم يتبلغوا بيها علشان يبلغوا الناس عن طريق وسائل التواصل والإعلام، بحيث تكون متاحة للمعرفة لكل الناس على مستوى الجمهورية. وكمان قال إن في تنسيق بين وزارة النقل والتنمية المحلية والشركة الوطنية للطرق علشان ينفذوا خطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، وده بجانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية، وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ كل التعليمات دي. وكمان دور وزارة التنمية المحلية اللي شددت اللجنة عليه إن ضروري يستمروا في التنسيق مع وزارة الداخلية لتقليل نسبة إنارة الطرق في مختلف المحافظات، والتأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحلات في المواعيد المقررة، والتوجيه بتقليل الإنارة بشوارع المدن والقرى. ويوصل للجنة يومياً معدلات استهلاك المحافظات. كمان لجنة إدارة الأزمات كلفت بمتابعة وزارة الشباب والرياضة بإقامة كل المباريات الرياضية بداية من الساعة 6 مساءً خلال شهر أغسطس وسبتمبر، وعدم إقامة المباريات في الفترة المسائية خالص، مع التأكيد على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب في الأوقات خلاف أوقات المباريات. وأشارت قرارات اللجنة إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الأمني بالمناطق اللي هيتم فصل الكهرباء عنها طبقاً لخطة وزارة الكهرباء، وقيام وزارة البترول والثروة المعدنية بعدة مهام، منها التوجيه باستمرار التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للغازات ورئيس الشركة القابضة للكهرباء لتذليل أي صعوبات في حينه، والعرض على اللجنة حين يتطلب الأمر ذلك. وكمان تكليفات لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام كل المخابز العمل خلال فترات انتظام الكهرباء، وده طبعاً علشان يحافظوا على استمرار توفير رغيف العيش طبقاً للقواعد المعمول بها بالوزارة، مع مخاطبة كافة المطاحن بخطة انقطاع الكهرباء، وده لتوفيق أوضاعها لتوفير الدقيق بصفة مستمرة أو العمل خلال فترات الليل طبقاً لرؤية الوزارة. ويا ريت كل واحد فينا يركز في الميعاد المعلن للقطع ونتعاون في تقليل الاستهلاك. وفي النهاية قول لنا ميعاد القطع عندكم من كام لكام علشان نساعد بعض ونخفف على بعض الحر. والله المستعان، والله ولي التوفيق. تصفيق حار يا جماعة. تعيش وزارتنا، تعيش، ما شاء الله علينا. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.